اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى عايزه اقول لكم ان انا جايه لكم باكله يا جماعه حرشه جدا جدا وجميله، واغلبنا بيحبها. البسارية المخلله او المملحه. بصوا، عايزه اقول لكم كانت حلوه بشكل رهيب. انا عامله الفيديو ده عايزه اقول لكم بقاله 15 يوم والله العظيم بجد. يعني عايزه اقول لكم ما شاء الله تبارك الله. انا بصور لكم الفيديو ده اصلا وهي كانت خلاص خلصانه. وانا بصور لكم كمان عايزه اقول لكم ان انا اتغديت في الفيديو. ما شاء الله تبارك الله. عملت نص كيلو من البسارية. يعني هي مش غالية، هي مش الكيلو بكام، ب40 جنيه، من اللي هو الصغنن خالص، سردين صغنن خالص ده. عايزه اقول لكم ما قعدتش حوالي 5 ايام وكانت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كانت دايبه كده زي ما انتوا شايفينه، ما شاء الله مستويه خالص. وعايزه اقول لكم كان طعمها حلو قوي قوي. وانا بعمل الفيديو ده يا جماعه عايزه اقول لكم ان انا اتغديت بسارية بس. لو كنت عايزه اكمل بس قلت بس خلاص عايزه اقفل الفيديو كده. بصوا طبعا شكلها يفتح النفس، خطيره جباره. انا بعشقها جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان بعملها في البيت على طول. يعني 5 ايام بالظبط هتاكلي احلى بسارية مخلله او مملحه في البيت. زي ما انتم شايفين ده السردين بتاعي نص كيلو. انا غسلته وصفيته من القشر ومن الميه ومن كل حاجه وحطيته في هنا في مصفى. بصوا سردين اخضر، ده سردين بلدي تمام. وصفيته من المية تماما زي ما انتم شايفين اهو في مصفى. سبته لحد ما صفى المية اللي فيه كلها، وبعد كده حطيته في البولة بتاعتي ونزلت عليه بحوالي حوالي 1.5 معلقة من الملح. تمام. او 3 معالق لو انت عايزه الملح بتاعه يكون ايه، مالح شويه. تمام. لو انت مش عايزاه مالح شويه ممكن تضيفي مثلا 1.5 معلقة من الملح. تمام. بصوا هنا الملح بتاعي اهي اول معلقه اهيت. تمام. ودي تاني معلقه. بصوا معلقه اللي هي المعلقه الحراميه. وقلبتهم كويس. كان فيه نص معلقه صغيره كده من الملح قلبته في الايه، حطيته في الاول. تمام. وقلبتهم كويس مع بعض. بصوا لحد ما اتغلف بالملح، بس مش عايزه ملح كتير علشان نعرف ناكله. ومش عايزه ايه نتعب. تمام. وبعد كده بقى انا بخلله في برطمان، ممكن تخليه في كيس. تمام مفيش مشكله، ممكن تخليه في ازاز. انا هنا عامله برطمان بخلل فيه في الفسيخ، وبرطمان بخلل فيه السردين. تمام. الحاجات ديت انا بعملها في البيت، ما بشتريهاش خالص غير مرة واحدة بس. يعني هي جات لي هدية كمان، بس طلعت تجربة سيئة جدا. بس احسن حاجه طبعا وان انت تكوني عامله الحاجه في البيت ونضيفه. اول ما يتخلل على طول 5 ايام، بعد كده بدخله التلاجة عشان يوقف عمليه السوا بتاعته ما يتهراش. وطبعا ايه، يفضل نضيف ما فيهوش اي حاجه خالص. تمام. هتلاقيه تاني يوم على طول بدا ينزل ميه كده حمرا. تمام. هتسيبيه بعدها مثلا باربع حوالي 5 ايام وتدخليه التلاجة. اول ما يستوي على طول تدخليه التلاجة وتطلعي منه وتدخليه برضه التلاجة تاني علشان لا قدر الله ما يجرالهوش اي حاجه.